حبايبي بصوا حبايبي، انا عملت لحمه وبصل تمام، حطيت عليها بطاطس عشان حسيتها ايه مش هتكفي في الاكل. المهم دلوقتي اللحمه دابت مني عادي يعني، دابت في السوا. تقول لي بنتي كده ايه رايك؟ راحت قالت لي ايه ده شكلها مش حلو. قلت لها بس طعمها يبقى احلى. تقولي لا شكلها مش حلو. النبي طعمها جميل. هي دابت بس يعني هيبقى طعمها جميل، لازم تبقى قطع يعني شكلها حلو اهي. اللحمه والله دايبه 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 يعني حلوه قوي. قولوا رايكم كده اهي. طلع فلفل بقى ومروقه عليها وحاجه كده ايه اخر جمال. بصوا بقى هحط لها حته ليا، حطيت لها كانها مشويه بالظبط. بصوا البخار، عايزه افرجكم على البخار عامل ازاي. هتبقى ايه طعمها تحفه، هتبقى مدخنه وجامده. هغرف كده ايه معلقه رز وندوق بقى. هي مش بالشكل، هي بالطعم. ناخد معلقه كده صغيره وندوق. بصوا في الطبق كده، بس حاولوا بقى ايه وانتوا بتعملوها تحطوا البطاطس في الاخر وما تسووهاش على الاخر. البطاطس ما بتاخدش وقت اصلا. عايزه ادوق بقى. بصوا ما شاء الله دايبه، مخدتش وقت على النار خالص البطاطس. بسم الله. الله طعمها حلو قوي. التدخينه اللي عملتها بتاعت الفحم دي نوديها في حته تانية، لازم تجربوها. لحمه ببصل عاديه خالص ومعاها البطاطس، وتحطوا بقى في الاخر خالص الفحمه دي، طعمها تحفه.